هلا وشلونكم؟ وصفتنا اليوم شاورما الدجاج، أنا أسوي أطيب شاورما إذا تتبعون نفس الطريقة. تعالي نسويها سوية. بس قبل كل شي أتمنى تسوي لايك وشير للفيديو ومتابعة قناتي. يلا نبدي بالمكونات ونقول بسم الله. بالبداية عندي كيلو من الصدر الدجاج قسمته على شكل أصابع. بطاسة ثانية راح أسوي تتبيلة، 1 كوب من الزبادي ضفت عليه نصف كوب من الزيت وعصير ليمونة كاملة وملعقة كبيرة من معجون الطماطم وبرش ليمونة كاملة و2 فص ثوم. بعدها راح أضيف التوابل عبارة عن بابريكا وملح وبهارات مشكلة وبصل بودرة وزنجبيل وفلفل أسود. طبعا كل المكونات والمقادير راح أكتبها بالكابشن فوق. بعدها راح أضيف التتبيلة فوق الدجاج. الحلو بهاي الخلطة إنه مباشرة أقدر أحمصها على النار بدون تخمير. الطاوة حامية على النار بدون أي قطرة زيت، ضفت عليها الشاورما بدون ما أقلبها، بس ينشف أبدي أقلبها وهنا صارت عندي جاهزة. بعدها أبدي أسوي لفة الشاورما. خبز صاج خليت عليه الثومية والطرش والخيار والفنجان. الثومية طريقتها تلقوها بالكابشن فوق. بعدها أضيف الشاورما وأبدي ألفها وأخليها بالطاوة أو بالكابسة. وهذا شكلها النهائي. جربوها وادعولي، وهنا أكل لكم سهمكم بالعافية.